تلعب الصدفة دورًا هامًا في حياتنا جميعًا، لكن لن نجد كثيرين في العالم ممن يمكنهم كسب مليار دولار في عامين فقط، لكن بالنسبة لكيفن سيستروم مؤسس الإنستجرام، بالرغم من أننا لا يمكن أن ننسب ما وصل إليه بالصدفة فقط، حيث أنه بذل جهدًا في تطوير تطبيقه، إلا أنه هو نفسه لم يكن يتصور أنه في خلال عامين فقط سوف يحصل على كل هذا النجاح والشهرة بسبب تطبيقه. ولد سيستروم في عام 1983 ميلاديًا، وكان والده مدير تنفيذي بقسم الموارد البشرية بإحدى الشركات، بينما والدته كانت تعمل في مجال التكنولوجيا في عدة شركات مختلفة. درس سيستروم في طفولته في إحدى المدارس بمدينة كانكورت، وهناك عرف برمجة الكمبيوتر، كما أنه عمل في متجر موسيقي في بوسطن، وكان يهوي الموسيقى بشكل كبير في ذلك الوقت، حيث أنه كان يدفع أصدقائه للذهاب إلى الملاهي لعرض الأسطوانات الموسيقية التي يكونها بنفسه. وعندما أنهى سيستروم دراسة الثانوية قرر الالتحاق بجامعة ستانفورد وتخصص في علوم الإدارة الهندسية وحصل على البكالوريوس في عام 2006 ميلادية. لكن الموسيقى لم تكن هوايته الوحيدة، فقد أصبح في ذلك الوقت مغرم بالتصور الفوتوغرافي، وفي السنة الثالثة له بالجامعة سافر إلى أحد البلاد ليدرس التصوير الفوتوغرافي. وبعد التخرج انتقل بين عدة وظائف، أحدهم كان في شركة جوجل كمدير للتسويق، ثم عمل في قسم الاندماج والاستحواذ، ثم غادر الشركة ليعمل بشركة أخرى مثل نيكست ستوب لخدمات السفر، والتي اشترتها شركة فيسبوك فيما بعد. ولم تكن تلك هي العلاقة الأولى بين سيستروم وفيسبوك، لأنه قبل أن ينهي دراسته الجامعية كان قد التقى بمارك الذي منحه عرض للعمل بفيسبوك، لكنه فضل أن يستكمل دراسته الجامعية، وكان ذلك في عام 2004 وقبل تخرجه من الجامعة بعامين. وفي تلك الأثناء أيضا كان سيستروم متدرج في شركة يمتلكها مؤسس تويتر إيفان ويليامز. من هنا يمكن أن نقول أن سيستروم كان لديه خبرة بمنصات التواصل الاجتماعي، لذلك وأثناء عمله بشركة السفر فكر في إنشاء منصته الخاصة للتواصل مع أصدقائه، وفي نفس الوقت إشباع حبه للتصوير الفوتوغرافي، حيث قرر أن تكون منصته على مشاركة الصور والقصص مع الأصدقاء، وأطلق على التطبيق اسم بوربون. وكان يجمع بين ميزات منصات التواصل الأخرى وميزة التقاط الصور. وكان عمل سيستروم على مشروعه يقتصر فقط على عطلات نهاية الأسبوع، وفي أحد الأيام حضر حفلة تقيمها الشركة في وادي السيليكون، لكنه لم يكن يعرف أن هذا اليوم سوف يغير مجرى حياته للأبد. ففي تلك الحفلة تعرف على بعض المستثمرين الذين سمعوا عن مشروعه وقرروا تمويله، فحصل على تمويلين قيمة كل منهما 250 ألف دولار. فقرر سيستروم بعد أن حصل على التمويل التفرغ لمشروعه، واستعان بصديق كان قد تخرج أيضا من جامعة ستانفورد وعمل على تطوير بوربون، وكان عليهما أن يجد ميزة جديدة تجعل هذا التطبيق مميز عن التطبيقات الأخرى المتاحة في ذلك الوقت. فكانت الصدفة أيضا هي من وضعت الفكرة نصب عيني سيستروم. ففي أثناء تجوله مع صديقته على الشاطئ أراد أن يلتقط لها صور، لكنها رفضت لأن صورها لا تكن بجودة الصور التي يلتقطها صديقه مايك. ففكر سيستروم أن مايك يستخدم تطبيقات الفلاتر للحصول على صورة جيدة، فلمعت الفكرة برأسه وقرر تنفيذها على الفور، حيث بدأ في العمل على تطوير مرشح للصور خاص بالإنستجرام لتحسين جودة الصور. وقرر أيضا هو ومايك أن يزيلوا عدة مميزات أخرى كانت في تطبيق بوربون لكي يكون تطبيق الإنستجرام متخصص في الصور. وبعد 8 أسابيع من العمل المتواصل على تطبيقهم قاموا بتجريب التطبيق على بعض الأصدقاء، وحان وقت البدء في طرحه للعامة. وهنا تأتي الصدفة مرة أخرى، حيث أن شركة أبل قبل عدة أشهر كانت قد طرحت هاتفها الجديد آيفون 4 بميزة كاميرا معدلة لمنح المستخدم تجربة التقاط صورة محسنة. شجعت تلك الكاميرا مستخدمي هواتف آيفون على تحميل الصور لمشاركة الصور التي سيتم التقاطها بالكاميرا الجديدة. وفي خلال 24 ساعة من طرح الإنستجرام كان التطبيق قد تم تنزيله بواسطة 25 ألف شخص، وخلال أسبوع وصل عدد مستخدميه إلى 100 ألف مستخدم، وكان ذلك في عام 2010. واستمر عدد مستخدمين انستجرام بالتزايد بسرعة الصاروخ، حتى سيستروم نفسه لم يكن يتخيل أنه سيحصل على هذا العدد من المستخدمين. وكانت النتيجة أنه بعد عدة أشهر حصل على تمويل جديد قيمته 7 مليون دولار. لكن سيستروم كان يرفض التوسع في الشركة بشكل كبير، فقام بتعيين عدد قليل من الموظفين الجدد في شركته بعد هذا التمويل. لكن الشركة انتقلت نقلة نوعية بعد أن عرض عليه مبلغ 500 مليون دولار لبيع الشركة، وصاحب هذا العرض هو نفسه مؤسس تويتر، وقد رفض سيستروم هذا العرض، لكنه بالتأكيد كان محقا لأنه تلقى عرض مضاعف من مؤسس فيسبوك. وفي مارس 2012، أي قبل مرور عامين فقط على الظهور الأول للتطبيق، تمت عملية استحواذ فيسبوك على انستجرام مقابل مليار دولار، حيث أصبح سيستروم يمتلك 40% من انستجرام.
وبعد بيع الانستجرام ظهرت العديد من المشاكل، وكان أهمها الجدل الكبير الذي حدث في ديسمبر 2012 بشأن تحديث شروط خدمة التطبيق، والتي منحت الشركة الحق في بيع صور المستخدمين لأطراف ثالثة دون إشعار المستخدم أو تعويضه. فقام كثير من المستخدمين بحذف حسابهم، مما دفع الشركة للتراجع عن التحديث، وقد تم إضافة العديد من المميزات والتحديثات للتطبيق منذ ذلك الحين. وعلى رأس هذه التعديلات إضافة عدة صور أو مقاطع فيديو بمنشور واحد، وأيضا تمت إضافة قصص انستجرام والتي تتيح للمستخدمين نشر الصور ومقاطع الفيديوهات الخاصة بهم في موجز منفصل عن المحتوى داخل التطبيق. ويمكن للمستخدمين الآخرين الاطلاع على هذه القصة في خلال 24 ساعة من وقت نشرها. ووفقا لتقرير شركة الانستجرام يقوم كل يوم 500 مليون شخص بالإضافة إلى قصصهم في الانستجرام. وبكده تبقى انتهت قصة النهاردة. لو الفيديو عجبك انزل اعمل لايك، ومتنساش تشترك في القناة عشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول. وشكرا للمشاهدة، وفي أمان الله.